السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقلل عدد العمليات او البروسيس بتاعه المعالج بتاعك في اقل من 3 دقايق. ولو مش عارف ايه هي العمليات او البروسيس ببساطه جدا خلينا نجيب التاسك مانجر بالشكل دوت كده، واول ما تفتح معاك هتروح على كلمه برفورمانس، وبعد كده زي ما انت شايف السي بي يو هتلاقي عدد العمليات او البروسيس 131. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقلله وبدون انترو على طول عشان نخش في الفيديو. اول حاجه عايزك تعملها ان انت تفتح معايا الريجستري او الريج اديت بالشكل دوت كده، واول ما تفتحها هتدوس يس، وبعد ما تفتح معاك بالشكل دوت كده عايزك تروح معايا لللوكيشن دوت. اول حاجه هتدوس على اللوكال ماشين هتفتحها بالشكل دوت كده، وبعد كده هتروح على السيستم، وبعد كده هتدوس على الكرنت كنترول سيت بالشكل دوت كده، وبعد كده هتدوس على كلمه كنترول. اول ما تفتح معاك هتفتح معاك بالشكل دوت كده. كل اللي عايزك تعمله ان انت تدور على كلمه اس في سي هوست سبيريت ثريشولد وتدوس عليها دبل كليك، وعايزك تغير الرقم دوت للارقام اللي هتظهر معاك على الشاشه. طيب هتغيرها على اساس ايه؟ ببساطه جدا هتعرف عدد الرامات بتاعتك. ببساطه جدا هتدوس برضه على علامه الايكون بتاعه الويندوز 11، وبعد كده التاسك مانجر، وبعد كده هتروح على كلمه برفورمانس، وبعد كده هتبص على الميموري زي ما انت شايف هنا كلمه 8 جيجا او ظاهره هنا يعني وريفر يعني زي ما تلاقيها. فلو 8 جيجا هتاخد الرقم اللي قصاد ال 8 جيجا في الارقام اللي هتظهر لك دلوقتي. وزي ما انت شايف انا هغير الرقم بتاعي على اساس ال 8 جيجا، فزي ما انت شايف انا هغيره بالشكل دوت كده. بعد كده هدوس اوكي، وكل اللي محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل ريستارت للجهاز. فزي ما انت شايف انا هعمل ريستارت، وبعد كده هنستنى لحد ما الريستارت يخلص. تمام. ولو ما لحقتش تاخد الارقام ببساطه جدا هتلاقي الارقام دي في الديسكربشن برضه. وزي ما انت شايف احنا عملنا ريستارت للجهاز ومستنيين الجهاز يفتح معانا، وخلينا نشوف عدد البروسيس هيبقى كام. فزي ما انت شايف الجهاز فتح معانا بالشكل دوت كده، علامه الستارت تاسك مانجر. زي ما انت شايف هنفتح التاسك مانجر بالشكل دوت كده، وبعد كده نروح على كلمه برفورمانس، وبعد كده السي بي يو. وزي ما انت شايف عدد البروسيس قل معانا ل 81 و82 وممكن 85 اقصى حاجه. فاحنا كده قللنا بالظبط حوالي النص. فانت متخيل؟ وده كده يعتبر انت خدت فرق اداء 10 ل 15% في الجهاز بتاعك. فما تنساش تقول لي في الكومنتات وصلت معاك لكام، وما تنساش اللايك والكومنت والسبسكرايب الجميل. كده كده انت هتعمل كومنت وتقول لي وصلت معاك لكام. فما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل، وبيس. شفت ما طولتش عليك حتى مفيش انترو يعني كده، فاهم انت على السريع على طول.